السلام عليكم. النهارده معانا شقه في الهانوفيل، شارع عبد المنعم جابر، بعد المستشفى بعمارتين. ده الريسبشن. الشقه دي في الدور الاول علوي، 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، 3 عدادات غاز وكهرباء وميه خاصه بالشقه. ده اول اوضه عندنا، والاوضه دي بتبص على بلكونه، البلكونه بتبص على الشارع بتاع واجهه العماره. طبعا الاوضه عندنا مساحتها بسم الله ما شاء الله، الاوضه مساحتها كبيره يعني. دي تعتبر اصغر اوضه في الشقه، دي الاوضه الثانيه. طب تعالوا نبص، هي بتبص على ايه بقى؟ بتبص على بلكونه رابطه الاوضتين ببعض، واخده واجهه الشقه بالكامل. بلكونه كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين. قلنا عندنا 3 عدادات غاز وكهرباء وميه في الدور الاول. كده احنا شفنا الريسبشن وشفنا اوضتين وشفنا الشارع والبلكونه الكبيره. تعالوا بعد كده نبص على بقيه الشقه. هنعدي تاني على الريسبشن واحنا راجعين. ادي اوضتين وده ريسبشن، ودي الاوضه التانية. بعد كده هنخش على التوزيعه التانية للغرف. يبقى احنا كده شفنا ريسبشن وغرفتين وبلكونه كبيره. كانت التوزيعه التانية فيها ايه؟ في عندنا مطبخ وحمام واوضه نوم كبيره جدا. طيب المطبخ عندنا بسم الله ما شاء الله كبير، يشيل معاك كافه الاجهزه الكهربائيه. المطبخ كبير جدا يعني بسم الله ما شاء الله. هي الرخامه اللي عليها الكولمان دي هي اللي مضايقه الدنيا، ودي محطوطه زياده في المطبخ. ممكن احط عندي ديب فريزر وحط ثلاجه وحط الغساله بتاعتي. يبقى كده شفنا المطبخ. طبعا عندي عداد غاز وصلتين. تاني حاجه ده الحمام، تشطيب سوبر لوكس بسم الله ما شاء الله. عندنا الحمام بتاعنا واسع، بانيو، حوض، وفي مساحه كمان في ارضيه الحمام. بعد كده عندنا الاوضه الثالثه، والاوضه الثالثه دي هي الوحيده اللي متداخل على منور. عندي اوضتين على الشارع. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تفعل الجرس وتشترك وتصلي على سيدنا محمد، وقابلكم في شقه جديده ان شاء الله.